السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعرف ازاي نثبت عمود او صف في الاكسل. يعني ايه اثبت عمود او صف؟ خلينا كده نشوف المثال اللي قدامنا ده. انا عندي جدول كبير قوي في الاكسل، وكل ما اجي انزل كده ما بقاش عارف هي الدرجه دي كانت بتاعه العربي ولا بتاعه العلوم ولا بتاعه الدراسات، فاطلع تاني فوق. لا، دي كانت بتاعه العربي. كل شويه بطلع فوق وبنزل تحت علشان اسم العمود بيختفي معايا اما بنزل تحت في الاكسل. انا مش عايز كده، انا عايز الجزء ده كله يبقى ثابت معايا في الاكسل. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ خلي بالك في الاكسل انت ممكن تثبت عمود او تثبت صف. طيب انا عايزه اثبت الجزء ده زائد الجزء ده. خلينا نلون الجزء اللي احنا هنثبته. انا عايزه اثبت بقى الجزء ده اللي هو بالاصفر ده، واثبت كمان الجزء ده، بحيث لو انا عندي جدول كمان عريض وجيت مشيت كده ناحيه الشمال هلاقي اسم الطلبه برضو متثبت هنا. ازاي اعمل الكلام ده في الاكسل؟ اول حاجه هتعملها اسال نفسك انت عايز تثبت ايه. انا عايزه اثبت الجزء ده وعايزه اثبت الجزء ده. خلي بالكوا ده صفين مش صف واحد، فازاي انا اثبت صفين وازاي اعمل الكلام ده؟ طيب اقف في اول خليه انت مش عايز تثبتها. انت عندك الجزء ده وعندك الجزء ده اللي بالاصفر، ما تقفش في الجزء اللي انت هتثبته، اقف هنا. الفكره والتركه كلها انت هتقف فين. انا هقف هنا من اول هنا، مش عايز التثبيت يبقى معايا، انا عايز التثبيت فوق الخليه دي وجنب الخليه دي، يبقى هقف في الخليه دي. خلينا نلون الخليه اللي احنا هنقف فيها. يبقى انا هقف هنا علشان اقدر اثبت فوق الخليه دي. كل اللي فوق الخليه دي هيتثبت وكل اللي في الجنب ده هيتثبت. طب انا لو وقفت هنا يبقى انت كده هتثبت كل الصفوف اللي فوق الخليه دي وكل العواميد اللي جنب الخليه دي من ناحيه اليمين. طيب تعالوا نرجع تاني، وهقف في الخليه دي وبعدين هفتح قائمه فيو، وبعدين هلاقي في حاجه اسمها فريز بانز. افتح السهم واختار اول واحده. على فكره فريز توب رو دي انت كده هتثبت اول صف، وفريز فيرست كولم معناها هتثبت اول عمود، وده مش اللي احنا عايزينه. احنا عايزين نثبت عمود مع صف، ففي الحاله دي احنا هنختار فريز بان اول واحده. بس خلي بالك لازم تبقى واقف صح، لو مش واقف صح مش هيتثبت صح معاك. طيب انا هقف هنا زي ما اتفقنا وهدوس على فريز بان. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان فعلا الجزء اللي فوق ده اتثبت معايا والعمود ده اتثبت معايا. تعالوا كده نتاكد ان هو اتثبت. لو نزلت تحت بصوا ايه اللي بيحصل. الشاشه اكن الجزء ده لزق في الشاشه، خلاص مش هيروح في اي حته، خلاص هو معايا لغايه ما افك التثبيت تاني. طيب تعالوا كده ندخل ناحيه الشمال ونشوف العمود اللي اتثبت. هتلاقي فعلا العمود ده كمان بقى متثبت ومش هيروح في اي حته الا لما افك الفريز ده. طيب افك التثبيت او الفريز ازاي؟ لو رحت تاني قائمه فيو ودوست على فريز بانز وقلت ان فريز بانز هيتفك التثبيت وكل حاجه هترجع زي ما كان. التثبيت ده مهم جدا في الاكسل، تعرف ازاي تثبت كده انت ما عندكش اي مشكله. ايا يكن عدد الصفوف اللي انت عايز تثبتها هتثبتها. طيب تعالوا نعمل تجربه تانية واحنا عايزين نثبت الجزء اللي متحدد ده. خلينا نلونه علشان يوضح قدامنا. انا عايزه اثبت كل الجزء ده. اثبت الجزء ده كله ازاي؟ وعايز مش اثبت عمود واحد، لا انا عايز اثبت عمودين. الشيت اللي معايا محتاج فيه كده، طبعا على حسب الشيت اللي قدامك. طبعا انا ملونه علشان تعرف ايه الجزء اللي احنا هنثبته. احنا عايزين نثبت الجزء اللي بالبمبه ده. طيب فكر كده بالراحه، احنا هنقف فين؟ احنا قلنا التركه كلها انت واقف فين علشان التثبيت يطلع صح. طيب هتقف فين؟ الناس اللي قالت هتقف هنا صح، برافو عليك. فعلا انا هقف هنا علشان اثبت الجزء اللي فوق ده والجزء ده، فانا هقف هنا وادي امر التثبيت. طب ينفع اقف هنا وادي امر التثبيت؟ على فكره هو ينفع، لكن مش هيثبت صح. هو هيثبت لك في الحاله دي الصفوف دي، مش هيثبت الصف ده. فانا مش عايز كده، انا عايزه اثبت الصف ده كمان. فانا هقف هنا، هقف في السمبوكسه اللي من عندها بيبدا ما يبقاش فيه تثبيت، وبعدين هروح افتح فيو وبعدين فريز بانز وادوس على فريز بانز. الجزء ده اتثبت معايا. لو طلعت الجدول هتلاقي الجزء ده فعلا بقى لازق في الشاشه، ولو انا جيت ناحيه الشمال كده هتلاقي برضو الجزء ده اتثبت معايا في الشاشه. خلينا نفك التثبيت تاني، انفريز، هتلاقي كل حاجه رجعت زي ما كان. جرب التثبيت في الاكسل واكتب لي في التعليقات، وما تنساش طبق اول باول في الاكسل علشان كل معلومه جديده بتستفيد منها تثبت في دماغك. منتظره تعليقاتكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.